الآن في الكونغرس الأمريكي هو يعد شيء نوعي، تقدم نوعي بموضوع التعامل مع منظومة الجولاني. نحن نعلم الآن كانت يعني هو في موقف الولايات المتحدة بشكل عام من منظومة الجولاني، إذا أردنا أن نفصلها هي ينقسم إلى. اعتبر درويش أن قسما كبيرا داخل الكونغرس ما زال ينظر إلى أحمد الشرع من زاوية تصنيف قديم يرتبط بتوصيف الإرهاب. الدولة العميقة داخل أمريكا قسم كبير منها أعضاء بالكونغرس، البنتاغون، حتى الاستخبارات الوطنية الأمريكية قسم كبير منهم ما زال ينظر إلى الجولاني ومن معه على أنهم أساسا هم عبارة عن إرهابيين قاعديين، وهذا ما تجلى بتصريحات أعضاء الكونغرس البارحة. أضاف درويش أن النقاش داخل الكونغرس تطرق بإسهاب إلى ما جرى في الساحل السوري والجنوب، وجرى عرض تقارير وشهادات وصفت بالحساسة في محاولة لتقييم مسار الأحداث وانعكاساتها السياسية والأمنية. ما جرى في الساحل، الموضوع حتى الإقرار الجرائم التي جرت سواء في الساحل والجنوب، أعضاء الكونغرس أيضا أقروا بها، سواء نادين مييزا أو جون فلوبي أو برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي. موضوع الساحل أيضا سيكون هناك الآن في الفترة القليلة القادمة تطور نوعي فيها، أيضا من خلال إدخال شهود على مجازر الساحل. هذا الشاهد سيقدم إفادته بما جرى بمجازر الساحل. وأشار الأمين العام للمجلس السياسي لوسط وغرب سوريا الدكتور أوس درويش إلى أن هناك ثوابت ومعطيات جديدة، إضافة إلى شهود سيقدمون أمام لجان مختصة في الكونغرس. يكون هناك تقديم إثباتات وفيديوهات وإثباتات موثقة ودامغة سيتم الإقرار والاعتراف بها أمام الكونغرس، وهذا ما سيتم قد يطلق عليه اسم قيصر الساحل. هذا ما سيكون في الفترة القليلة القادمة. وفي ختام حديثه كشف درويش أن الوثائق التي عرضت في الجلسة تم تسريبها عبر جهة معينة غربية. طبعا هي منظمة إنماء سوريا الغربية مرخصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من أعطت الوثائق وحركت هذا الموضوع وموضوع الشهود وموضوع بين جلسات الاستماع والتوصيفات السياسية. يبقى السؤال: هل يتحول هذا المسار داخل الكونغرس إلى ضغط فعلي على الإدارة؟